السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو هلو على أحلى متابعين في الدنيا كلها، وحشتوني قوي يا حبايب قلبي. يلا بينا نصلي على الرسول ونكتب أكتر ذكر بتحبوه في التعليقات، عشان لما غيرك يردده يتكتب في ميزان حسناتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ولو لسه ما اشتركتش في القناة بدعوك تشترك وتفعل زر الجرس على إشعارات الكل، عشان يوصلك مني كل جديد في قصصي وحكاياتي. قصتنا النهاردة بقلم الكاتبة الجميلة أميرة أحمد. يلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا وبتحكي عن إيه. نفخت وقالت بضيق لمامتها: يا ماما الشغل ايه اللي في الصيف ده بس؟ لا طبعا مش موافقة خالص. انا عاوزة اخد الصيف ده كله اجازة، وانت تقولي لي انزل الشغل؟ لا مستحيل اوافق، مستحيل، لا اقبل. ردت مامتها بسخرية: لا اقبل؟ وماله يا اختي، خدي اجازة واقعدي وارتاحي. وماله، هو انت وراكي حاجة؟ لا لا خالص، خلي الجارية اللي جابها لك ابوكي هي اللي تعمل كل ده في شغل البيت، وتنزل تشتغل بره وجوه كمان. ليه بس الغلط ده يا ماما يا حبيبتي؟ وبعدين هو في حد قالك انزلي اشتغلي ولا حاجة؟ ما الدنيا حلوة وزي الفل اهو، واحنا معانا فلوس الحمد لله، وربنا سترها معانا، فبليز بقى ما تكبريش الموضوع. لا يا عين ماما، انا ما بكبرش ولا بصغر، كل الحكاية ان جايلك شغل حلو خالص ليكي وانتي شاطرة فيه. ترفضي ليه بقى ان شاء الله؟ عشان الصيف والجو حر؟ حاكم، اول مرة اشوف ده تبرير عشان محدش يشتغل. يا ماما يا حبيبتي، انتي بس مش فاهمة يعني ايه اشتغل في الصيف. يعني حر وتلزيق وفرهدة واخر قرف، وانا خلقي ضيق اساسا، فمش هستحمل والله مش هستحمل. زي ما قلتلك كده، ناخد الصيف ده اجازة، اقعد جنب المروحة حبيبتي، والشتا نكمل شغلنا عادي جدا بقى. يا بنتي انا تعبت منك يا شهد ومن عنادك، مش هقنعك تاني، هقولك ماشي على راحتك وخلاص. انا هكلم الناس دلوقتي وهقول لهم ان انتي رافضة، خلاص اسكتي بقى مش طايقاكي. قعدت شهد على الكنبة وهي مبسوطة. جدعة يا مامتي، الله ينور عليكي، ومهما أصروا عليكي اوعي توافقي أبدا، عشان أنا مش هنزل شغل، ماشي تمام كده؟ بصت لها مامتها بغيظ، وكانت نفسها تقوم تضربها حتة علقة، ولكن سكتت. طلعت تليفونها وهي بترن على الناس واتكلمت بسرعة: ألو أيوة، أنا أم الأستاذة شهد، معلش كنت عايزة أعتذر لكم عن بنتي عشان مش هتعرف تقبل الشغل ده خالص. أما شهد فرحت وهمست لمامتها: برافو عليكي يا ماما، أيوة اثبتي كملي على كده. ردت مامتها بمكر: أيوة يا فندم، هي عارفة إن الشغل في شرم الشيخ مع الأولاد اللي طالعين مصيف، بس للأسف رافضة بقى عشان لسه كانت هتكمل كلامها، ولكن شهد نتشت منها التليفون وقالت شهد بغيظ: مش عيب كده يا ماما برضو تكذبي على الناس؟ شغل ايه اللي انا ارفضه بس؟ الو اهلا، معاكي شهد. لا لا طبعا يا فندم، انا موافقه جدا على الشغل جدا، حتى جهزت هدومه والعوامه كمان. مش عارفه بس ماما كانت رافضه ليه، تقريبا كده خايفه عليا اسافر. انا اللي رفضت يا كدابه يا بنت الكدابه. وتجاهلتها شهد: ها طبعا طبعا يا فندم، انا فاهمه حجم المسؤوليه، وان شاء الله اشرفكم جدا وابقى قد الشغل، بس معلش انا عندي استفسار لولبي كده، يعني هو المصيف ده فين بالظبط؟ شرم الشيخ بتاعتنا دي؟ بتهزري؟ لا لا ارفض، ايه، انا موافقه جدا طبعا، موافقه خالص. وابتسمت شهد ببلاهة بعد ما سمعت رد الست اللي بتتكلم: خلاص يا فندم اتفقنا، ان شاء الله بكره بالكتير هبقى عندكم. لا 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 مش هتاخر ابدا باذن الله، يلا مع السلامه، اشوفك بكره. قفلت الموبايل وقامت تتنطط بفرحه: شرم الشيخ، شرم بجد، انا اروح شرم، حد يقرصني، هي مش قادره مش قادره الحقوني. وبدأت تاخد نفسها: مش مصدقة يا مامتي والله. ومن المفاجأة قامت ترقص وهي بتغني: وهروح شرم الشيخ، هروح شرم الشيخ، هي هصيف في شرم الشيخ، هصيف في شرم لما اروح اشوف العوامة بتاعتي واشوف الهدوم بتاعتي اللي هنزل بيها. اما مامتها بصت لها بخبز: اللي يشوفك يا اختي كده وانت فرحانة قوي كده ما يشوفكيش من شوية وانت عمالة تقولي مش رايحة في حتة مش رايحة في حتة. ايه اللي غيرك كده يا بنت انتي؟ دي شرم يا ماما، شرم، في حد يرفض شغل في شرم؟ ليه، هبلة انا ولا هبلة؟ طبعا هوافق. وبعدين انت ليه ما قلتليش اصلا هو في شرم الشيخ؟ وهو انا كنت اعرف منين يا بنتي؟ كل اللي عرفته ان هو في مصيف، لكن اكتر من كده لا. برضو يا ماما كان لازم تقولي ان هو شغل في المصيف، بدل ما انا كنت فاكره كل ده ان هو شغل في مستشفى، وكنت رافضه عشان الحر والتلزيق. الحمد لله، الحمد لله اني لحقتهم. يلا اما الحق اقوم بقى، انا نازله نازله دلوقتي. رايحه على فين يا شهد؟ نازله اشتري العوامه ومايو عشان اهيص في البحر. يلا باي باي، عايزه اشتري حاجات جديده كده. انا اول مره اروح شرم يا اختي، لازم اجيب حاجات جديده. جريت من قدام امها اللي بتبص لها بصدمه، فهي طالعه تشتغل ولا رايحه رحله تغير جو. وبعد مرور يومين
كانت شاهدة في الأتوبيس السياحي اللي موصلها جوه شرم بتعدل الحجاب بتاعها وكل شوية تبص حواليها بانبهار. الله أكبر، هو أنا في الجنة ولا إيه يا ولاد؟ معقولة الحاجات الحلوة دي كلها عندنا في مصر وأنا عمري ما شفتها؟ خسارة يا نوسة إنك فوتي الحاجات دي، بس يلا أحسن عشان كنتي هتضيعي عليا الشغلانة الحلوة دي. وضحكت جامد وهي بتطلع موبايلها تصور الأماكن اللي بتشوفها وهي مبهورة، المكان اللي عمرها ما زارته ولا بالأحلام. وبعد شوية نزلت شهد من الأتوبيس وقال بانبهار: يا لهوي، كل ده شاليه؟ شاليه ده ولا قصر؟ ايه الجمال ده كله؟ فينك يا نوسة تيجي تشوفي الهنا اللي بنتك فيه. طلع شخص من البيت وهو بيرحب بيها وقال بابتسامة: أهلا وسهلا، حضرتك أنسة شهد مش كده؟ أيوة يا فندم، أنا شهد المربية الجديدة للأولاد وجدتهم. أهلا بيكي، وأنا أمير عمهم، نورتي المكان حضرتك. بصراحة المكان منور لوحده مش محتاجني خالص. برضه نورتي المكان. اتفضلي حضرتك معايا لما أعرفك على المكان وكمان أكلمك على الأولاد شوية. هزت شهد راسها ومشيت معاه لجوه. عرفها أمير على المكان وهو بيحكي لها عن عيلته. في حادثة حصلت لعيلتي من سنة بالظبط، للأسف خسرت أخويا ومراته ووالدتي اتضررت وبقت قاعدة بسببها على كرسي متحرك. البقاء لله يا فندم، ربنا يرحمهم يا رب ويطمنك على والدتك ويشفيها. اللهم امين. اخويا ساب لي 3 اولاد، ممكن تقولي كده 3 مجانين، 3 قرود. عمر واياد توأم 10 سنين وتيا 8 سنين. يا حبايبي صغيرين قوي، ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب. هما جنة حياتي فعلا، وانا في خلال السنة دي كنت معاهم دايما وعمري ما بعدت عنهم. بس للأسف بحكم شغلي الفترة دي هضطر انشغل عنهم شوية، وعشان كده احتجت لمساعدتك. مفهوم مفهوم، يا ريت ما تقلقش خالص، انا هبقى معاهم دايما وعمري ما هأثر في اي حاجة ناحيتهم. متأكد بكده بشهادة اللي رشحك ليا، الكل بيشكر فيكي. ابتسمت شاهد بكسوف. شكرا يا فندم، ده من ذوق حضرتك والله. طيب انا هشوف الاولاد امتى؟ حالا دلوقتي، اتفضلي معايا، هما في الجنينة. ودخلت معاه شهد للجنينة واللي كأنها حتة من الجنة، كان متجمعين فيها الأولاد وجدتهم على الكرسي المتحرك. وقفت شهد مكانها تتأملهم وهي شايفة الأولاد بيلعبوا قدامها بالكورة، وتيا بتجري من الشغالة وعمالة تزعق: مش هاكل مش هاكل، أنا مش عاوزة آكل الأكل ده، مش بحب الأكل ده. أما الشغالة اتكلمت بصريخ: يا تيا تعالي هنا، ما تجرنيش وراكي. يا تيا حبيبتي يلا عشان تاكلي، الأكل هيبرد، يلا اسمعي الكلام بقى عشان تكبري. لا مش هسمع الكلام، انا مش عاوزه اكل الاكل ده، ما بحبوش، ابعدي عني بقى. وفضلت تجري بعيدة عنها عشان ما تمسكهاش لغاية ما خبطت في شهد وهي مش واخدة بالها وكانت هتقع. أما شهد بسرعة مسكتها وقالت برقة: بالراحة يا حبيبتي، هتقعي على الأرض وتأذي الرجلين الحلوين دي. انتي مين وبتعملي ايه هنا؟ أنا مين؟ أنا هقولك، بس ده سر بينا ماشي، اوعي تقولي لحد. هزت هي راسها بابتسامة: أنا اسمي شهد وجاية هنا عشان أقعد معاكم شوية واخد بالي منكم. عندك اعتراض؟ لا خالص ما عنديش، بس بعدي عني دي، أنا مش عاوزة آكل بقى. وشاورت على الشغالة اللي وقفت بتعب تبص لهم كده: يا تيا اخصى عليكي، أنا زعلت منك خالص. واتكلمت شهد بهمس لتيا: ليه كده يا تيا؟ دي حتى حلوة قوي وريحة أكلها تحفة خالص، هي اللي جابتني على ملا وش لحد هنا، ده أنا جاية جعانة بسبب ريحة الأكل الجميلة دي. بجد الأكل ده حلو يعني؟ أيوة. شهد قالت وهي بتاخد الأكل من الشغالة، مسكت الطبق في إيديها. أيوة طبعا الأكل تحفة جدا، عارفة أنا كنت هطلع استريح شوية وأشوفكم بالليل، بس ما استحملتش ريحة الأكل التحفة دي، هي اللي جابتني على ملا وشي كده. وأخدت منها معلقة واتكلمت بإعجاب: الله دي تحفة قوي قوي، يجنن، أنا هاكله وأخلصه كله كله. قالت تيا برفض: لا ده أكل تيا، أنا وبس اللي هاكله. ابتسم أمير بإعجاب لحيلة شهد. كتمت شهد ابتسامتها وقالت بزعل مصطنع: هتاكليه؟ يا خسارة، هتاكليه مني يا تيا؟ طب خلاص يلا تعالي كليه بسرعة قبل ما اكله أنا كله كله. قعدت تيا في الأرض وبسرعة شهد فضلت تأكلها بالمعلقة واحدة واحدة وبتتأملها بحنان. مررت شهد إيديها على راس تيا وقالت بحب: بالهنا والشفا يا روح قلبي، حلو الأكل مش كده يا تيا؟ أيوة حلو قوي قوي يا طنط شهد. ضحكت شهد وقالت وهي بتقرصها في خدودها: دلوقتي بقى حلو؟ طب كلي يا حبيبة قلبي، كلي يا شقية وبطلي لعبة بقى. ابتسمت تيا ليها وهي بتكمل أكل وفضلت شهد تأكلها لغاية ما خلصت الأكل كله وقالت بابتسامة: بالهنا يا روحي، أنا يلا روحي اغسلي اسنانك بقى بسرعة وتعالي عشان نلعب سوا، اتفقنا؟ اتفقنا ماشي، هدخل اغسل سناني واجيلك على طول. برافو عليكي يا أشطر تيا، يلا روحي بسرعة. هزت تيا راسها بحماس وجريت بسرعة على جوه. قرب أمير من شهد وقال بعجاب:
حقيقي أبهرتيني من أول لحظة، عرفتي تحتوي تيا بسهولة وخليتيها قدرت تكمل أكلها. شكل اللي رشحك فعلا كان معاه حق. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. مفيش داعي للمبالغة دي، أنا ما عملتش غير شغلي وبس. ده كله لسه في البداية، إن شاء الله أنا والأولاد نتفق جدا مع بعض. بالعكس انتي تستاهلي المدح جدا. انتي قدرتي تخوضي نص المعركة وتضحكي على تيا وتخليها تاكل. تيا دي مجننة كل البيت، محدش بيقدر عليها أبدا. بس انتي ما شاء الله عليكي نجحتي، فاضل بس التوأم المجانين. تيا باين عليها إنها بنوتة مميزة جدا، كل الحكاية بس إنها عايزة حد يفهمها ويحتويها. وإن شاء الله أقدر أقرب منهم وأحتويهم هما كمان. يا رب يا رب. يلا أنا هستأذنك دلوقتي عشان عندي اجتماع مهم. محتاجة أي حاجة؟ لا خالص شكرا، مع السلامة حضرتك. واستأذن أمير منها ومشي. بصت شهد للشغالة اللي كانت واقفة. معلش هتعبك معايا، محتاجة مواعيد أكل ودواء الهانم الكبيرة وكل حاجة تخصها قبل ما تصحى، تمام؟ ردت ريهام الشغالة ببسمة. عيوني حاضر، هجيبهم لك كلهم حالا. ابتسمت شهد وقربت من الأولاد التوأم وهما بيلعبوا كورة عشان تتعرف عليهم. شاورت شهد على واحد منهم. أكيد أنت عمر وأنت إياد، صح كده؟ ردوا الأولاد بنفي. لا غلط، ده إياد وأنا اللي عمر. يا على الكسفة اللي أنت فيها يا حازم، كده برضو كسفتوني. على فكرة عادي وطبيعي جدا إن أنا أغلط. انتوا ما شاء الله حلوين خالص وشبه بعض جدا، انتم جمال قوي. بصوا الأولاد لبعض وتجاهلوها، فكملت شهد بإحراج. ايه رأيكم ألعب معاكم؟ على فكرة أنا بلعب حلو قوي، يعني ما تقلقوش لعبي هيعجبكم. صرخوا الولاد في وشها. لا مش عاوزين حد يلعب معانا، ويلا بقى روحي من هنا، عاوزين نكمل لعب. ايه ده مالكم اتعصبتوا بسرعة كده ليه؟ اهدوا بس، احنا لسه بنتكلم ولسه هنتعرف على بعض. أنا اسمي شهد. ولسه هتكمل، قطعها إياد. ما تسكتي بقى وامشي من هنا، عاوزين نلعب من غير صوت. الله، وهو انا اللي كنت معطلاك يعني عن اللعب؟ بقولك عاوزين نتعرف على بعض. بصوا التوأم لبعض واتكلموا بشر. عايزة تتعرفي علينا مش كده؟ ايوه يا ريت، ايه رأيكم؟ هزوا الاولاد راسهم وابتسموا بخبث. تمام واحنا موافقين. ابتسمت شهد ولسه هتتكلم معاهم، لقيت اللي بيرمي الكرة في وشها جامد. صرخت شهد بوجع وهي بتقع على الارض، وهما كانوا واقفين بيضحكوا عليها. غمضت عيونها وقالت بتعب. ايه الضرب ده بس يا ربي؟ هي دي شرم اللي انا جايه اتفسح فيها ولا اتضرب فيها؟ الله يسامحك يا نوسه، اكيد دي عينك اللي طينت الليله، حسبي الله فيكي يا شيخه. وغمضت عيونها بتعب وهي حاسه ان راسها بتدور بيها زي الحلزونه. وبعد شويه وفي المطبخ ضحكت ريهام وهي بتحط تلج على راس شهد. معلش دلوقتي تفك، انت ازاي قربتي منهم بقلب جامد كده رغم انهم قالولك ابعدي؟ ايه ما خفتيش؟ وانا هعرف منين انهم مجانين كده اصلا؟ انا قلت لما اصر عليهم شويه هحتويهم ونقرب من بعض، ما كنتش اعرف انهم بيجروني عشان يغتالوني كده. معلش عشان تتعلمي ما تقربيش من الاسد وهو متعصب. وانا برضو الحق عليا، كان المفروض انبهك شويه. ايه تنبهيني ايه بس؟ ده المفروض يحطوا جنبهم يافطه ممنوع الاقتراب او التصوير. حلو والله، خلاص نحطها سوا، ده لو قدرنا عليهم بقى. على رأيك، أنا بعد كده هاخد كل احتياطاتي قبل ما أقرب منهم وهسألك في كل حاجة بعد كده. ربنا معاكي، هم على قد ما هم يبانوا مشاغبين بس والله غلابة قوي، كفاية إن هم يتامى. أيوة يا ريهام عندك حق، ده يشفع لهم أي حاجة. صحيح، فاضل قد إيه على ميعاد دوا الهانم؟ يا دوب أهو، ما عادش حاجة خالص. هزت شهد راسها وهي بتاخد الدواء من الغدا. خلاص خليكي انت مرتاحة وانا هوديه. طلعت بالاكل فوق لأوضة الهانم الكبيرة، خبطت على الباب ودخلت بابتسامة. مساء الخير يا هانم، حضرتك صاحية؟ ايوه يا حبيبتي تعالي ادخلي. وبعدين ايه هانم دي؟ قوليلي تيتا زهيرة، بلاش هانم دي خالص، اتفقنا؟ اتفقنا جدا حضرتك. اتفضلي يلا الغدا جاهز، يا دوبك تتغدي وتاخدي الدواء على طول. استني بس اعدل حضرتك الاول. وبسرعة عدلت قعدتها على السرير واتكلمت شهد بحذر. بالراحة خدي بالك خالص. بالراحة ايوه كده، الف سلامة عليكي. الله يسلمك يا بنتي. قوليلي يا قمر، انتي اسمك ايه؟ انا اسمي شهد. يلا سمي الله بقى وكلي. وبدأت شهد تساعدها عشان تاكل وابتسمت زهيرة. عاشت الأسامي يا شهد، شكلك كده غلبانة، واتأكدت من كده بعد الولادة عملوه معاكي الصبح. بصت لها شهد بصدمة. وهو حضرتك شفت ازاي؟ هو انتي مش كنتي نايمة ولا كنتي بتمثلي بقى؟ لا يا بنتي، بمثل ايه؟ الشغل المخبرين ده. لا انا كنت نايمة، بس صحيت على كلامكم وشفتهم وهما بيضربوكي بالكورة وانتي فضلتي هادية خالص. معلش بقى يا تيتا، اصل انا اتعودت. يلا سر المهنة، كملي اكلك بقى. ربنا يبارك لك يا بنتي ويوفقك في حياتك دايما يا رب بحق اللي بتعمليه معاهم. دول يتامى غلابة، ملهمش لا اب ولا ام.
ربنا يجازيكي خير إن شاء الله. آمين يا رب، تسلميلي خالص. يلا بقى كملي أكلك عشان أنزل المجانين اللي تحت دول. ضحكت زهيرة وهزت راسها، وشهد بتأكلها بحنان خالص وكأنها والدتها. وبعد شوية نزلت شهد على تحت، فتحت باب أوضة الأولاد وبصت عليهم. هما كانوا قاعدين جنب بعض بابتسامة. مساء الخير يا حلوين، ممكن أقعد معاكم شوية؟ ردوا التوأم بعند. لا مش عاوزين، اطلعي بره. مقبولة منكم يا حبايبي، أنا هقعد معاكم ومش هسيبكم أبدا أبدا. إيه رأيكم بقى يا تيا؟ ردت تيا بحماس. أيوة تعالي جنبي يلا. وابتسمت شهد وأخدت تيا في حضنها. حبايبي انتوا متغديتوا ولا لسه، ولا انزل اعمل لكم حاجة معينة؟ ردت تيا. لا ده ريهام أكلتنا واحنا دلوقتي بنتفرج على الكرتون، بس زهقنا منه خالص. بصراحة حقكم ده ممل قوي، في كرتون تاني جديد طالع تحفة جدا هيعجبكم. ردت هي بحماس. بجد؟ هو ايه؟ اصل عمو بيخاف نسمع حاجة من غير ما نشوفها الاول، وبقاله كتير ما قالناش على حاجة حلوة جديدة. على فكرة بقى يا شطورة انتي، عمو معاه حق عشان خايف عليكم يا ولاد، بس ما تقلقوش خالص، انا عارفة شوية حاجات تحفة ممكن اقولها لكم لو عاوزين. ايوه يا شهد قولي بليز بليز قولي. بستها شهد على راسها بحنان. حاضر يا عيون شهد، انا عاوزة اقولك بس ان انا شايفة التوأم ساكتين خالص، ممكن مش عاوزين يغيروا اللي بيسمعوه ده. رد عمر بسرعة. اوف ده انت رغاية قوي. كلام كلام كلام. ايوه يا ستي عاوزين نسمع، يلا قولي. رغاية بقى كده؟ اخص عليك يا سي عمر، ده انا بحبك خالص وبحب القعدة معاك كمان، وانت تقول رغاية؟ طب والله انا زعلت منك جامد قوي. وشدت هي معاها وقعدت جنبهم ولزقت فيهم. كده احلى بكتير عشان نكون كلنا جنب بعض. المهم عاوزين تسمعوا فيلم ايه؟ في فيلم عن سمكة في البحر هربانة من اهلها، وفي كمان عن رابنزل عايشة في قلعة لوحدها وقطعها التوأم بصريخ. انت رغاية قوي كده ليه؟ ما تقولي اي حاجة وخلصينا. واتخضت شهد. بالراحة بالراحة ما تزعقوش كده، طب يلا نبدأ بكرتون الأميرة والوحش. وكملت بهمس. عشان تشوفوا الوحش المجنون زيكم يا ولاد المجنونة انتوا. واتكلمت هي بحماس. الله، أميرة والوحش شكله شيق قوي، يلا بينا نسمعه. ابتسمت شهد وهي بتبحث عنه. اهو بدأ اهو، اسكتوا بقى واسمعوا حلو. وبدأ الفيلم يشتغل قدامهم وهما بيسمعوه بحماس كبير وكمان تشويق. بصت لهم شهد بحنان وشوية وقامت تعمل لهم فشار وجابت تسالي ورجعت تكمل معاهم الفيلم اللي عجبهم للآخر. وعدى اليوم وبعد ما ناموا الأولاد حطتهم شهد على سرايرهم وقفلت عليهم وراحت كمان عشان تكمل نومها. وتاني يوم الصبح صرخ إياد وهو بيقول ما يلا بقى يا تيتا انتي فين، عاوزين نروح البحر مش عاوزين نتأخر. طلعت ريهام من جوه وهي بتزقها بالكرسي وقالت بابتسامة. خلاص جينا يا عمر بيه اهو، ممكن بقى تهدى علينا شوية. انا مش عمر انا اياد، وبعدين انتي مالك انتي يا ريهام، انا بكلم تيتا. ردت زهيرة بتعب. خلاص يا ولاد كفاية خناق بقى على الصبح بقى، انا جيت اهو، خلينا بس نستنى الداتا بتاعتكم الجديدة تيجي ونمشي على طول. قال عمر بغيظ. وهي فين كمان، وده وقتها انها تتأخر كده؟ شهد انتي فين يا شهد يا شهد. طلعت شهد في الوقت دوت وهي لابسة مايوه حريمي بالحجاب بتاعه وماسكة العوامة بتاعتها البطة. كانت ماسكة العوامة في ناحية وماسكة حلة المحشي وصينية كبيرة في الناحية التانية. وقالت بغيظ. فيه ايه يا سي عمر، عمال تجعر على الصبح كده ليه؟ وبدل ما انت واقف كده تعالى شيل معايا، عيب على شنبك اللي قرب يطلع ده يا واد. قربت ريهام وهي بتشيل منها. الله دي ريحة محشي، برافو عليكي يا شهد والله العظيم برافو. أما زهيرة بصت لها بصدمة. ايه اللي انت شايلاه ده يا شهد يا بنتي؟ محشي؟ في حد بياخد معاه محشي البحر يا بنتي؟ طبعا يا تيتا، ده انا سهرانة طول الليل وانا بجهزه عشان الاولاد ياكلوا ويشبعوا، ده كله فيتامين، ده الا المحشي حلاوته كده وانت بتاكلي صباع الكرنب قدام البحر، حاجة كده ايه ولا في الاحلام. رد اياد بتريقة. فيتامين في المحشي وعلى البحر كمان؟ لا والله برافو، وبعدين ايه عوامة البطة دي اللي انتي ماسكاها دي يا ست شهد؟ ردت شهد بغيظ. مالكش دعوة بعوامتي احسن لك، مالكش فيه، ومادام مش عاجبك المحشي بتاعي اوعى اشوفك بتاكل منه هخلص عليك. يا اختي من حلاوته يعني، اصل مستحيل حد يسيب الاكل اللي اخدناه والسندوتشات وياكل محشي، هترجعي بيه وفي الاخر هترميه. لسه شهد هتتكلم قطعتهم زهيرة بتعب. بس انت وهي وبطلوا نقار بقى، يلا بينا نمشي بدل ما اغير رأيي والله، وهنقعد في البيت لا هنروح ولا هنيجي. وقالت شهد. تمام يا تيتا يلا بينا، انا اصلا مش هعمل راسي براس حتة عيل صغير يعني. واتعصب اياد. مفيش حد صغير هنا غيرك اصلا. شاورت له شهد على رقبتها بعلامة انها هتذبحه، بس تجاهلها اياد وشد اخواته ومشي الكل على البحر. اتحركوا وسبقوها. اما ريهام قالت باعجاب شديد.
سيبك منه يا شهد، وبرافو عليكي انك عملتي محشي، ده انا كان نفسي فيه قوي، ريحته ايه مش قادره اقولك. لا ما تقلقيش يا ريري، ده انا عجبك قوي بقى في عمايل المطبخ، صح يا تيا؟ هزت تيا راسها وهي لابسه هيدفون، ورغم انها ما سمعتش قالت ايه، بس هزت راسها وخلاص. وبعد شوية مع البحر وقفت شهد وهي باصة للشط بتاعهم وقالت بذهول: يا حلاوة يا ولاد، هو في جمال زي ده ولا أنا بحلم؟ قولولي إن أنا بحلم، لا حد يقرصني. قرصها عمر من دراعها جامد وصرخت شهد: يا رخم يا بارد، دراعي اتفرم. انتي اللي طلبتي، بأكدلك إنك مش بتحلمي. واتكلم إياد بضحك: يا عم سيبك منها، تلاقيها مبهورة بالبحر اللي عمرها ما شافته في الدنيا دي، يلا سيبك منها وتعالى ننزل نعوم. ولسه هيتحركوا وقفت شهد قدامهم وقالت: على فين العزم ان شاء الله؟ اسمع يا حبيبي انت وهو، انتم تنزلوا البحر هنا وتعوموا قريب مني وقصاد عيني، علشان لو بعدتوا هنروح على طول، تمام؟ بصوا لها التوأم بغيظ: يا شيخة هتلهي، يلا يا عمر. وجريوا هما الاتنين بسرعة بعيدة عنها على المية. اما شهد قربت من زهيرة وساعدتها انها تقعد بالراحة، وقالت زهيرة ببسمة: المكان هنا يا ولاد يرد الروح فعلا. اقعدي يا شهد اقعدي. فعلا يا ماما عندك حق، بس بصراحة بقى أنا مش جاية أقعد، أنا هنزل أبلبط مع تيا شوية وأجيلكم على طول، استنوني. جاهزة يا تيا؟ تيا بحماس وهي بترفع عوامتها: جاهزة يا شهد، يلا بينا. شالتها شهد بحاجتها وجريوا على الشط وهما بيعوموا. واتكلم عمر بغيظ: هي مين اللي جابها ورانا دي؟ لازقة ورانا ليه؟ بص كده يا إياد بتعوم زي الكلاب ازاي. ايوه فعلا، حتى الكلاب بتعوم احسن منها والله. قربت منهم شهد وقالت بغيظ: بقى انا بعوم زي الكلاب يا كلب انت وهو؟ لعلمك بقى انا كان ممكن جدا اتعلم السباحة، بس ده ما كانش اهتماماتي خالص. مش باين عليكي خالص يعني، شوفي احنا اصغر منك ازاي وبنعرف نعوم، يلا نوريها يا عمر. هز عمر راسه وبسرعة اترموا بالمية هما الاتنين مع تيا وهما بيسبحوا جامد. بصت لهم شهد بانبهار وقالت ببسمة: فعلا ممتازين، برافو عليكم يا ولاد، بس برضو احنا احسن واكبر واشطر يا صغيرين انتوا. رد اياد بغضب: ما تقوليش بس صغيرين، احنا مش صغيرين يا شهد. مش صغيرين ازاي يعني؟ ولو انتوا مش صغيرين هيبقى مين، انا اللي صغيرة؟ رد عمر بعند: مش هو قالك ما تقوليش يا صغيرين دي تاني؟ بتقوليها ليه؟ بتغزينا ليه؟ بتضايقك، طب يا صغيرين يا صغيرين يا صغيرين. واتعصب اياد جدا وقال بشقر: كده طيب انا هوريكي. وغمز لاخواته اللي فهموا عليه، ومره واحده هجموا عليها وهما بيغرقوها بالميه. وقعدت تصرخ شهد جدا وقالت بخوف: لا لا ما تغرقونيش بالله عليكم، ما بعرفش اعوم، يا ريهام الحقيني، يا ريهام الحقيني مش بعرف اعوم. ضحك عمر وقال بشماته: احسن عشان ما تتحديناش تاني بعد كده، غرقيها يا تيا يلا معانا. ضحكت تيا وهي بتساعدهم. وقالت شهد بصدمه: حتى انت يا تيا، حتى انت بتخونيني وتغدري بيا؟ اخس عليكي اخس عليكي يا تيا، كسرتي قلبي اخس. ضحكوا هما بيلعبوا معاها بالمية وبيغرقوها، ومرة واحدة قامت وهجمت شهد عليهم واتكلمت بشهر: بقى كده يا ولاد عاوزين تموتوني؟ طب انا بقى مش هموت لوحدي، تعالوا بقى. وبدأت ترشهم بالمية وهما كمان يرشوا عليها، وفضلوا يضحكوا كلهم جدا، كانوا مش عارفين ياخدوا نفسهم المية اللي بتترش عليهم بهزار، وصوت ضحكهم ملا المكان. وبعد شوية وقفت شادو وهي ماسكة فوطة لكل واحد منهم: خد يا عمر نشف نفسك انت وإياد عشان ما يجيلكوش برد. وقربت من تيا وقالت لها بغيظ: تعالي يا نصابة أنا هنشفك، بقى كده يا تيا تبيعيني للأشرار دول؟ اخص عليكي، عمري ما توقعت إن الخيانة تيجي منك انتي. الله بقى يا شهد، كنا بنلعب معاكي وبهزر معاكي شوية، اوعي تزعلي مني، ما تحاوليش تصالحيني، أنا خلاص مقموصة، برضو بتضحكي عليا ببراءتك وابتسامتك الحلوة دي؟ لا انسي خالص، انا مش متصالحه، انا مقموصه، انا هتغير معاكم، انسي شهد دي، هتلاقوني انسانه تانية خالص من دلوقتي ورايح. وضحكت تيا: بهزر معاكي بقى، ما تزعليش يا شهودة، سوري. ما زعلتش يا روحي انتي، انا ما اقدرش ازعل من القمر ده، انا كنت بهزر معاكي. يلا بقى عشان ناكل، اللي انا جوعت جدا مش كده ولا ايه؟ ها يا ولاد مش جعانين؟ هزوا راسهم بحماس وقعدوا كلهم عشان ياكلوا. طلعت ريهام السندوتشات ليهم: اتفضلوا يا حبايبي السندوتشات بتاعتكم اهي، وسيبولي انا بقى المحشي والفرخه الحلوه دي نستفرد بيهم لوحدينا. قالت زهيرة بإعجاب بعد ما دقت المحشي: شفتوا كنت بضحك من اللي شهد عملته ازاي يا ولاد؟ بس بجد تحفة قوي، تسلم ايديكي يا شهودة، تسلمي من كل شر يا رب يا تيتا، بجد المحشي طلع تحفة جدا، مش بشكر في نفسي، بس فعلا أحلى أكلة بعد العوم والبحر هو المحشي بجد. وفضلوا ياكلوا بإعجاب جدا، والتوأم كانوا ماسكين السندوتشات في ايديهم بس بصوا لبعض:
أنا مش قادر، أنا عاوزة أجربه أنا كمان، اشمعنى هما؟ هجربه وأشوف. وأكل منه وقال بإعجاب جامد: واو تحفة خالص يا إياد، دوق كده يجنن فعلا. وشجع إياد نفسه ومد إيده وأكل لقمة عشان بس يطلع فيه أي غلطة، بس قال بصدمة: تحفة بجد، خلاص أنا هاكل من ده، أنا مش عاوز سندوتشات. وردت تيا بضحك: انا قلت لكم ان هو تحفه، ما سمعتوش كلامي ليه؟ طلع حلو خالص خالص زي ما قلت لكم، صح؟ قلت لكم شهد مش هتعمل حاجه وحشه ابدا. طلع تحفه وزي العسل. وابتسمت شهد: بس يا تيا بقى سيبيهم ياكلوا، يلا يا حبايبي بالهنا والشفا، انا عامله كتير لينا كلنا. وكأنهم ما صدقوا التهموا الحله كلها وهما بيشيدوا بطعامة المحشي وأكل شهد. وبعد كام ساعة غمزت لهم شهد وهي داخلة الشاليه وقالت بمكر: قال محدش هيبص للمحشي بتاعك يا شهد، شايفاها اتنسف يعني على الآخر، وأكلكم انتوا اللي اترمى. تجاهلوها بغيظ وهما بيطلعوا على فوق، وقال إياد بغيظ: يعني كان لازم أسمع كلامك؟ أهي ما صدقت تتريق علينا أهي، أهي هتفضل بقى تتريق علينا على طول ومش هنخلص منها. رد عمر ببرود: يا عم فكك منها، دي تعمل اللي تعمله، المهم البتاع اللي يجنن وخلاص اللي احنا كلناه ده. وبعدين شهد دي مش هتقدر علينا، احنا هنجننها على الآخر. ردت تيا: فعلا معاك حق يا عمر، وبعدين شهد غلبانة خالص على فكرة، مش هتضايقنا أبدا. يلا أنا متحمسة عشان نسمع كرتون جديد قوي، إيه رأيكم؟ وكملت بصوت عالي: يلا يا شهد عاوزين نسمع كرتون جديد، بليز قولوا لنا حاجة حلوة زي بتاعت امبارح كده. ضحكت زهيرة وقالت لشهد: شكلهم ما بقوش قادرين يستغنوا عنك، يلا اطلعي شوفيهم عاوزين منك ايه. دول حبايبي دول، يلا انا هطلع لهم، تصبحوا على خير. وانتي من اهل الخير يا حبيبتي، سلميلي على الاولاد. هزت شهد راسها وطلعت على فوق في اوضه الولاد، فتحت الباب وقالت بابتسامه: نعم، عاوزين ايه من شهد يا ست تيا؟ دلوقتي افتكرتوا شهد وبقيتوا عايزينها؟ مش دي هي شهد اللي حاولتوا تغرقوها من شويه؟ ما خلاص بقى يا شهد، كنا بنهزر معاكي، الله ما بتهزريش. يلا بقى عاوزين نسمع كرتون جديد، بليز بليز يا شهد. واتكلم اياد بحماس: عاوزين حاجة حلوة كده زي بتاعت امبارح يا شهد؟ عينيا يا روح شهد، هجيب لكم حاجة هتعجبكم جامد جمودة. وبالفعل شغلت فيلم، بدأ الفيلم يشتغل وقال عمر بسرعة: شهد يلا طفي النور بسرعة وتعالي جنبنا قبل ما يبدأ، يلا بسرعة. فرحت قوي شهد لأنهم اتعودوا عليها، طفت الأنوار وهي بتقعد جنبهم وهما بيسمعوا الفيلم بحماس كبير، وشهد بتمرر ايديها على شعرهم بحنان كأنهم أولادها أو أكتر. وفضلوا يتفرجوا على الفيلم وهما متحمسين جدا لحد ما راحوا في النوم. وبعد مرور شهر واكتر كانوا اتعودوا على شهد جامد وما بقوش قادرين يستغنوا عنها خالص، شايفينها كأنها جزء لا يتجزأ من حياتهم. كان بيلعب اياد ماتش هو وشهد بالدراعات وكان قرب يفوز عليها، بصت له شهد بغيظ وقالت بهمس: يا ابن الجنية كده هتفوز عليا باللعب؟ لا مستحيل، انا مخسرش التحدي ابدا. وبخبص راحت زقاه، بص لها اياد وقال بضيق: بطلي تزقيني بقى يا شهد، انت كده بتغشي. طيب اعمل لك ايه انا يعني، انا مش عارفه افوز عليك خالص. ولا هتعرفي يا شهوده، انا شاطر في الحاجات دي جدا، مش هتعرفي تغلبيني. اياد ما تتحدانيش، انا لو عاوزه هفوز عليك، وبعدين انت مديني الدراع البايظ اصلا، خده مش لعبه معاك يا اخويا اهو. ده انت رخمه قوي يا شهد، بتتقمصي ولا كانك صغيره، ده تيا اعقل منك يا شيخه. انا بتقمص اكتر من تيا واعين منها كمان. اوعى يا عم، انت بتضحك عليا اصلا وبتغش باللعب ومديني الدراع البايظ، لا مش لعبه يعني مش لعبه. وطلعت جري على بره ولحقها اياد وقال لها بضيق: خلاص خلاص ما تزعليش، تعالي نلعب واخليكي انت اللي تفوزي. بتتكلم بجد ولا بتضحك عليا عشان اقوم العب معاك وتفوز عليا من تاني؟ لا والله بتكلم بجد، تعالي يلا نكمل لعب وانا هخليكي تفوزي يا ستي براحتك خالص. سقفت شهد بحماس وكأنها طفلة وجريوا تاني على الأوضة ولعبوا سوا، وفضلت شهد تلعب كويس جدا وهو طبعا سمح لها بالفوز. وصرخت شهد بحماس بعد ما خلاها تفوز فعلا وقالت بفرحة: هي أنا فزت أنا فزت، هي شفت أنا شاطرة إزاي، شفت عرفت أتفوق عليك إزاي، ده عدل ربنا بقى على فكرة. طيب مبسوطة يا شهد؟ مبسوطة قوي 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 يا روح شهد والله. وقلب شهد من جوه وشالته شهد وفضلت تلف بيه في الأوضة وهو بيحضنها بحب، ما يعرفش امتى تملك منه ناحيتها بالشكل ده. وبعد مرور أسبوع كانوا واقفين قدام شهد وبيقولوا برجاء: عشان خاطري يا شهد وافقي، عمو قال لو انتي وافقتي هيجيب البلاي ستيشن الجديد. لا مش هينفع، انتوا داخلين على دراسة يا ولاد وده هيعطلكم خالص، لا مش موافقة. واتكلم عمر برجاء: عشان خاطرنا وافقي يا شهد، انتي عارفة احنا شاطرين في الدراسة والله، مفيش حاجة تشغلنا عن الدراسة خالص خالص، هنذاكر ونعمل اللي انتي عاوزاه، بس تجيبيه عشان خاطرنا، اسمحي بالموافقة. يا حبايب قلبي انا فاهمة ده كويس، بس ده لمصلحتكم، مش عاوزة حاجة تشغلكم ابدا عن الدراسة، ولو جبناه انتوا كده هتتعطلوا. قالت تيا وهي بتقرب من شهد:
لا يا شهودة، احنا بصي ممكن نجيبه ونلعب بيه ساعة أو 2 في اليوم بس اللي تحدديه والله. طبعا اللي انتي هتقوليه هننفذه، ونبقى نذاكر ونلعب برضو عشان ما نزهقش. اياد غمز له. حلو اهو يا شهد، ما عندكيش اعتراض بقى؟ يوم الجمعة بس يبقى اجازة، خليكي عارفة، وافقي بقى الله يخليكي. وكملوا اخواته برجاء. وافقي بقى يا شهد، وافقي بقى يا شهد عشان خاطرنا. وفضلوا يزنوا على شهد جامد اللي صرخت في وشهم. بس كفاية خلاص. هقول لعمكم إن أنا موافقة وأخليه يجيبوا أمري لله. صرخوا كلهم بفرحة وحماس، والجريوة حضنوها جدا. واتكلم عمر بفرحة. تعيش شهد، تعيش شهد، تعيش شهد. تعيش شهد مرة واحدة؟ لا مش للدرجة دي. هزوا راسهم وهم بيحضنوها بفرحة. طبعا احنا بنحبك قوي يا شهد، ربنا يخليكي لينا يا رب، واوعي تسيبينا ابدا، احنا بنحبك وعاوزينك معانا دايما. وكمل اياد بغمزة. اي نعم مش هخليكي تفوزي عليا دايما في الماتش حتى لو اتقمصتي، بس انا برضو بحبك قوي يا شهد واتعودنا عليكي، ما تسيبيناش. يا حبايب قلب شهد، وانا بموت فيكم يا حبايبي، مستحيل ابعد عنكم ابدا. وضمتهم لحضنها بفرحة بعد ما بقوا عيلة واحدة. وبقت شهد مربية ليهم، وبقت تحبهم وتعودت عليهم، وتعودت تشتغل معاهم صيف وشتاء. وفي اللحظة دي دخلت زهيرة، وكمان عمهم دخل. الله الله، ايه الحب ده كله؟ ده ما كانوش كده مع ابوهم وامهم. والله يا فندم انا حبيتهم اكتر من اولادي كمان. بص لها بكل اعجاب. وكان بيسمع من والدته كل الحكاوي الحلوة، ومن الاولاد كمان قد ايه هي كويسة معاهم وصاحبتهم. وكان من جواه بتكن مشاعر جميلة ليها. طيب بالمناسبة دي بقى يا شهد، تقبلي تتجوزيني وتبقي معانا على طول؟ بصت له شهد بإحراج وهي مش عارفة تقول ايه. والله انت فاجئتني جدا. ولكن فكري يا حبيبتي وخدي وقتك، اديكي عرفتينا وعرفتي عشتنا وعرفتي بيتنا، تبقي معانا وربنا يا رب يسعد قلبك. ربنا يقدرنا ونفرحك زي ما انتي فرحتينا كلنا. وابتسمت شهد بكسوف. طيب انا هفكر وهستشير مامتي واقول لحضرتك. لا حضرتك ايه بقى، فكري كده وابقي ردي عليا. وبالفعل بعد أسبوع راحوا وتقدم لها وعملوا فرح كبير جدا، وكانوا الأولاد معاهم. وكانت زهيرة طبعا مبسوطة جدا، وعاشوا كلهم في سعادة وهنا. ولحد هنا وانتهت قصتنا، واستنوني في قصة جديدة. سلام.